السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد النهاردة. معانا حبارة 3400. طبعا كل الطبعة دي مشهورة جدا، اللي هي الحبارة ريكو 3400. طبعا فيها مشاكل في الدرام. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم إزاي نغير الدرام ونغير البليدة الخاصة بالطبعة دي. ما تروحش في حتة تانية. لو أنت مهتم بالفيديو ما تنساش تدعم القناة باللايك والاشتراك. استناني بقى بعد الانترو. اهلا بيكم من جديد. رجعت لكم بعد الانترو. ولو معانا الحباره ديت، اول حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها زي ما انتم شايفين هنا الطبه دي والطبه ديت بتوفر عليك ان انت تفك الحباره وتملى حبر او تفضي الفايز بتاع الحبر. الطبه دي اللي هي بتبقى جنب الشبايه، ده الفايز بتاع الحبر او الحبر الزياده اللي بيبقى موجود. بتفتح الطبه كده عادي وبتفضي الحبر اللي هنا. اما بالنسبه للطبه دي فدي الطبه اللي بتحط منها حبر، بتفتحها كده وتزود الحبر اللي انت محتاجه من هنا. دلوقتي هروح افضي الحبر اللي هو في التانك بتاع الفايز، وهرجع لكم بعد ما افضي الحبر عشان ندخل على الجزء العملي ونشرح ازاي هنفك الحباره دي، هنغير الدرام وهنغير البليده. فضيت الحبر، هبدا ان انا ارجع الطبه في مكانها. هبدا ان انا ارجع الطبه في مكانها كده، وهبدا بقى ان انا افك الحباره هنفكه المسمارين الثلاث مسامير دولت. هنفك الثلاث مسامير دول والثلاث مسامير اللي زيهم اليمه الثانيه دول، وناخد بالنا كويس قوي من السوسته دي. يلا نبدا على بركه الله. ما تجيبش كرش. هنفك الجنب ده اهوت، مش هطلعه دلوقتي، وهفك الجنب التاني برضو. اهو ده الجزء التاني او الجنب التاني. تمام. وهبدأ ان انا اطلع الجنبين كده، اشد الجنب ده لبره كده، واخد بالي من السوسته دي ما تطيرش مني وتقع بعيد، واطلع الجنب التاني برضو بنفس الطريقه، واخد بالي من السوسته برضو ما تطيرش مني بعيد اهي. اتاكد ان السوسته موجوده كده. هتقسم لي الحباره نصين زي ما انتم شايفين. الحباره اتقسمت نصين. ده التانك بتاع الحبر وده التانك بتاع العادي. هبدا ان انا اغير يونت الدرام. هبدا ان انا اغير الدرام ده، وهبدا ان انا اغير البليده اللي تحت دي. طيب هشيل البي سي ار او رول الشحن زي ما بيسموه، وهبدا ان انا افك المسمار ده والمسمار ده. تمام. وهبدا ان انا اشيل البليده دي. طيب دلوقتي انا لو ما كانش عندي في الجزء بتاع الخزان بتاع الفايز الطبه دي، فكنت بعد ما انا اوصل للبليده هبدا ان انا افضي الحبر من هنا. هبدا ان انا افضي في الحبر من هنا في حاله عدم وجود الطبه دي يا جماعه. تمام. طيب انا تمام، انا كنت بفضي الحبر لان الطبه موجوده. هبدا ان انا احط البليده الجديده، وهبدا ان انا اقفلها مره تانية زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده مسمار اهوت، وادي المسمار التاني. تمام. وهبدا امسح البي سي ار كده باي فوطه تكون نضيفه عندي. هبدا ان انا امسحه كده كويس عشان لو عليه حبر زياده او حاجه ما يعملش معانا مشاكل. وهبدا ان انا اركبه كده بالطريقه اللي انتم شايفينها حضراتكم دي. وده الدرام. هبدا ان انا اطلع الدرام الجديد اهوت، وهخليه في كيسه كده، وهبدا ان انا اشد الجزء ده وادخله هنا في مكانه مره تانية اهو. تمام. وبعد كده
هبدا ان انا اركبه. طب انا هركبه على اساس ايه؟ اخلي الجزء ده جايد ليا او دليل ليا. الحته المشطوفه دي هتخش هنا في الجزء ده، الحته المشطوفه دي هتخش في الجزء ده بالراحه كده، واحده واحده لحد ما تدخل معايا اهي. دخلت معايا كده تمام. هبدا ان انا اشيل الكيس كده ايه بالراحه بقى، واحده واحده كده، يبقى انا الدرام ما يتجرحش مني وانا بركبه فين؟ في الحبار. هبدا اجيب الجزئين دول بقى وخلاص كده. انا هقفل مره تانية، اجيب الجزء ده على الجزء ده كده، وهتاكد ان انا الطبعه كده هتبقى في مستواها الصحيح اهو. طيب هعمل ايه؟ انا هاجي رايح جاي على الجزء ده وابقى عارف الدليل بتاعه فين، وهاجي رايح مركبه الاول. ليه؟ علشان يثبت معايا الحباره، معايا الحباره من جزء ما اهو. وهاجي رايح مركب الجزء ده كده تمام، وهاجي رايح مركب الجزء ده كده بالراحه، واحده واحده، مش عايزين استعجال في الجزء ده تمام. واجي رايح مثبته كده. طيب الجزء اللي معايا اللي هناك ركب، طيب هسيبه. وبالمناسبه لو انت ما عندكش الطبه بتاعه تانك الحبر، ممكن تملى الطبه من هنا، ممكن تملى الحبر من هنا. هبدا ان انا هنركب السوسته الاول، وبعد كده هنبدا ان احنا ناكد ان السوسته راكبه في مكانها، وهنبدا ان احنا ندخل الجزء الثاني الخاص بالحباره زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو. دخلنا الجزء ده كده، الجزء ده تمام وركب تمام اهوت، ما فيهوش اي مشكله، سهله جدا. بس هي عايزه شويه صبر يا جماعه، بس مش اكتر. هي اكتر حاجه بتضايق في الحباره دي اللي هو موضوع السوسته ده، في حاله ان انت عايز تغير درام وبليده او الويبر بليد بتاعها. لكن غير كده الموضوع بيبقى سهل جدا وما فيهوش اي مشكله. خلاص انا قفلت الجزء ده وتمام كده. هبدا ان انا اجي على الجزء ده برضو نفس اللي انا عملته هناك. هحاول ان انا ادخل السوسته في مكانها اهوت. طيب هنرجع للجزء اللي احنا ركبناه في الاول ده، وكان ده دليلنا للمره الاولانيه. هنفكه تاني زي ما انتم شايفين حضراتكم، هنفكه تاني اهوت. وهبدا ان انا اركب السوسته برضو اهو. اهم حاجه ما في الموضوع عندي ان الياي ديت او السوسته ديت تركب معايا ماشي. وهبدا ان انا اركب الجزء التاني اهو برضو ان شاء الله بكل سهوله هيركب معايا كده. ركب في مكانه اهو، وسمعنا صوت تكه البنوز. طيب الجزء ده مش معدول معايا، هبدا ان انا استعدله كده بالراحه لحد ما يجي معايا في مكانه علشان يريح معاه الحباره وبقى على عدليته اهو. وبعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هقفل مساميري. احب اقول لحضراتكم اهم حاجه في الحباره ديت السوسته اللي احنا بنركبها دي، لو ما تركبتش بتعمل مشاكل في الطباعه معانا. وده الدرام كده قفل تمام اهوت، وكده الحباره بتاعتنا او الطبعه بتاع الحباره بتاعتنا ما فيهاش اي مشكله. ده كان باختصار ازاي نغير البليد، ده باختصار ازاي نغير البليد والدرام بتاع الطبعه او الحباره ال3400. هي الحباره نفس رقم الطبعه،
فديت كان باختصار شديد. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.